ربي رواد أعمال في البيت من بدري وبمنتهى السهولة. طبعا مش محتاجة أقول لكم قد إيه أهمية ريادة الأعمال في وقتنا الحالي، هنرجع للموضوع ده في فيديو مخصوص. خلونا نركز المرة دي في قصة تانية، عشان النهاردة جاية أقول لكم في حلقة جديدة من سلسلة التعليم باللعب والانبساط إزاي تربوا رائد أعمال صغير في البيت، والسر هنا في لعبة بنك الحظ اللي غالبا عارفينها كلنا ولعبناها واحنا صغيرين، ومع ذلك مش عارفة ليه مش بتستغلوها، مع ان مهم قوي نعلمها لاولادنا، وفرصه لطيفه نقضي وقت حلو مع الحلوين ونلعب سوا ونخلق جو من المنافسه كده وكمان الانبساط، عشان ده هيعلمهم مهارات كتير مهمه جدا. يلا عدوا معايا. هيتعلموا طبعا مبادئ اوليه للاستثمار، وازاي نحاول نستغل الفلوس اللي معانا حتى ولو قليله بشكل سليم، والتخطيط والصبر للوصول للهدف، والحساب، وكمان التفكير المنطقي، وتوقع عواقب الامور، وبروبلم سولفينج سكيلز. ودي كلها سوفت سكيلز هتفرق فعلا مع ولادنا لما يكتسبوها، ومهم جدا يتدربوا عليها من وهم صغيرين. وكمان هتربي جواهم شخصية قيادية، ليدرز كده، شخصية قوية مستقلة تعرف تاخد قرارات وتتحمل تبعاتها، غير انها بتخلي عندهم نظرة مستقبلية وبتعلمهم ازاي يفكروا في الخطوة الجاية، وكمان بتشجع جواهم روح المغامرة والمحاولة والاستمرارية والإصرار على الوصول للنجاح. والأهم من كل ده بتعلمهم المنافسة الشريفة والالتزام بالقوانين. اللعبة دي مناسبة للأطفال فوق ال6 سنين، ولو ما كنتوش محافظين عليها من وانتم صغيرين أو اخواتكم استولوا عليها وضع يد، اشتروا واحدة جديدة وجهزوا كورنر في البيت مهم جدا، وهنرجع له كتير في الفيديوهات الجاية. سعرها معقول وحسب طبعا خامتها، هتلاقوها بسهولة متوفرة في كل المكتبات تقريبا، وكمان تقدروا تطلبوها اونلاين. اعملوا سيف للفيديو وشير وشجعوا اصحابكم، ويا سلام لو عرفتوا تظبطوا بلاي ديت وتعملوا جروبس كده وتلعبوا مع بعض. واستنوا الحلقات الجاية، هوريكم الكورنر اللي جهزته مع توتا وباسل، وهعرفكم بالتفصيل على ألعاب متنوعة جدا هايلة وفرقت بجد مع ولادي، وهتشوفوا بنفسكم يعني ايه تعليم باللعب والانبساط. وخليكم دايما فاكرين رسالتنا في ايميز جايد: لكل طفل الحق في تعليم ممتع.